الأناديل بتفكرني بكتير من الحاجات اللي شكلها جميل ورقيق وهادي، ويبان عليها الضعف والهوان، بس لسعتها وحشة قوي. الأناديل كمان بتفكرني أكتر حاجة بفيلم 7 باوندز. فيلم 7 باوندز من أكتر الأفلام اللي بتحسسني بالحزن والحسرة ومعنى الفقد، وقد إيه الفقد ممكن ينزع من الواحد روحه زي ما حصل للبطل، خصوصا لو الفقد ده الشخص نفسه كان سبب أساسي فيه. طبعا انك تمسك التليفون وانت سايق ومعاك عيلتك على طريق سريع رايح جاي ممكن تكون حاجة صغيرة، وناس كتير بيعملوها يوميا وعادي، الدنيا بتمشي. انما لما عيلتك تموت فيها وتقتل عيلة تانية وتحس ان رقبتك مربوط فيها 7 اشخاص، ساعتها الطبيعي انك هتفكر ان حياتك مش اهم من حياة اللي راحوا، وساعتها غالبا هتفكر بشكل مباشر انك تنهي الحياة البائسة دي، خاصة لما تفتكر انك محطتش حياتك كلها في مقابل حياتهم، ده انت حطيت نظرة على تليفونك في مقابل 7 بني ادمين. طب لو مفيش مفر من انك تنهي حياتك، تنهيها ازاي؟ هل انهاء الحياة اصلا هيحسسك بالتكفير عن اللي عملته؟ في الوقت ده بتكون مساعدة الغير رد فعل منطقي للتكفير وتخليص النفس وانهاء الاحساس بالذنب. مساعدة الغير مش بس يعني صدقات بسيطة تأكل بيها حد او تشربه، مساعدة من نوع يخلي الناس يعيشوا. هنا البطل بيحتاج انه يجتهد جدا ويدور على ناس محتاجين مساعدة هتخليهم يعيشوا، ومن غيرها يمكن يموتوا. مش بس كده، المفروض انه بيساعد الناس مقابل 7 خلص حياتهم منهم اهله. لازم الناس دي تكون تستحق. طب ازاي يعرف هم يستحقوا ولا لأ؟ لازم يكونوا مساكين طيبين متسامحين ولطاف، زي ما الواحد يحب اهله يكونوا. ولما تكون المساعدة للناس فيها انهاء لحياتك انت، لازم تتأكد اكتر من مرة ان الناس دي هي اللي تستحق، لحد ما تعرف ان حياتك مش هتروح هدر، دي هتروح على ناس زي اهلك بالظبط. اظن ان الفيلم ولا بيقلل ولا بيتفه من قيمة الحياة، ولا بيسهل قرار انهائها. بالعكس، الفيلم بيقدس الحياة البشرية وبيركز على قيمتها اللي ما تتعوضش بأي تمن. الحياة هنا بمعناها الكبير، حياة أي حد طالما طيب ولطيف ومتسامح زي أهلك. الفيلم كمان مهتم جدا بمعنى الألم وأهميته وقيمته. الألم مش حاجة وحشة في المطلق، الألم هو الوسيلة اللي بتخليك تعرف قيمة الحياة والسلامة، لأنه عبارة عن إنذار بيقولك إن في خطر على الحياة ولازم تتصرف علشان تحافظ عليها. عشان كده بنلاقي أكتر من مشهد البطل بيتألم فيه جسديا ونفسيا. ولما الألم يبقى نفسي وعاطفي، زي لما يبقى في حد بتحبه وحاسس إنك بعيد عنه أو هتبعد عنه غصب عنك ومالكش إيد في ده، بتحتار. علاج الألم إنك تحافظ على الحياة وتبعد عن المسبب. طب لو العلاج ده بيخالف أكبر هدف ليك، سداد دين في رقبتك بتاع 7 أشخاص كنت السبب في موتهم، الفيلم بيخرج من المعضلة دي بكل سهولة، لما بيخلي بقاء العلاقة دي معناه تعريض حياة الحبيب لخطر الموت، الحاجة الوحيدة اللي البطل مش عايزها تحصل وعايز يساعد من خلالها، فبيبقى الاختيار سهل. نرجع بقى للأناديل. المخلوق ده غريب جدا، شكله جميل ورقيق وشفاف، حركته خفيفة وهادية، بس لسعته شديدة مؤلمة جدا ويمكن تموت. اختيار القتل بالأناديل معرفش ايه مدى صحته طبيا في حالة الفيلم، بس يمكن عشان يكون علاج الألم بالألم، وعشان التسبب في موت 7 أشخاص مش حاجة هينة، فاختيار موتة مؤلمة جدا في حضن الأناديل بيتناسب مع ده. التسبب في موت إنسان من قريب أو من بعيد مش حاجة هينة، واللي شايفها هينة فهو مش شايف غير قنديل شكله ضعيف وغلبان شبه الكيس البلاستيك، بس القنديل ده بيلسع ويمكن يموتك.